بسم الله الرحمن الرحيم. حط لايك يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف كل المرسلين سنة سيدنا وانتم محمد. طيبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ملك أصر إن هو اللي يفتح لكم الفيديو بصوته هو ويقول لكم كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى أولادي، الساعة 3 الفجر عايزين يتسحروا بيتزا. ضربت في دماغهم كده إن هم عايزين يتسحروا بيتزا، مش عايزين فول ولا جبنة ولا أي حاجة، على أساس يعني إن احنا بنتسحر كل يوم فول وجبن وكده. احنا ما بنتسحرش أصلا، بس أنا عشان أراضيهم وأخليهم احنا ياكلوا بنعمله ويتسحروا بيتزا. قلت اعمل لهم حاجه من اللي بيحبوها عشان يتسحروا، انا لان احنا بحب من اول. البيتزا. ماشي يا حبيبي، لان احنا من اول يوم رمضان ما تسحرناش، سحرنا اول يوم وبعد كده بصراحه ما تسحرناش خالص. زي ما انتم شايفين كده، طبعا الساعه 3 بالليل لسه هعجن و... واسيب العجينه تخمر والت واعجن واسيب العجينه تخمر ساعه، والحوارات دي يبقى مش هنلحق. فجر هيأذن. قلنا نعمل ايه؟ تعالوا بقى كده نعملها بالفكره الجميله دي. انا عاملاها معاكم قبل كده، بالفطر. بس انا مش عارفه انا عاملاها معاكم في فيديو على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، فتقريبا كده في الفيديو اللي على قناه اليوتيوب مش على الفيسبوك. طبعا ايه جبت إيه 5 ترغيفه كده عيش زي ما انتم شايفين، وقطعتهم قطع صغيره ودهنت الصينيه زيت. بصوا، عايزه تقطعين قطع كبيره قطعي، عايزه قطع صغيره زي ما انت عايزه. كده كده يعني الامور بتمشي وبيبقى زي الفل. انا مجرباها وعاملاها قبل كده، بيبقى جميل جدا. افرديه في الصينيه كده، وجبت الصينيه التانية برضو قطعت فيها العيش زي ما انتم شايفين كده. ومعايا بقى حاجة البيتزا كلها ما عدا بقى الايه، الصوص الطماطم او الكاتشب. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده. معايا فلفل وطماطم وتشكيلة جبن وشوية زيتون. طبعا اي شوية بواقي عندي، لقيت عندي حتة قطعة لانشون واحدة، قلت يلا مش مشكلة، لان انا بجيب اللانشون من هنا ولادي بياكلوه من هنا حاف كده. ما بحبش اصلا اجيبه بسببهم، يعني بجيبه لهم كل فين وفين كده، كل سنة مرة. ماشي، هنا معايا بقى كوباية ونص من اللبن، عليهم 4 بيضات. طبعا عايزة تزودي الكمية زودي، بس انا عاملة صينية صغيرة وصينية كبيرة، حسب الكمية اللي انت بتعمليها. حطيت شوية فلفل كده عشان ريحة زفارة البيض، وحطيت ملح طبعا، ايه اللي هو يبقى البيتزا طبعا عليها جبن وكده، محطتش كتير، يعني حاجة بسيطة خالص، لان الجبن والزيتون والحاجات دي تحدق البيتزا. وضربتهم كده بالمضرب زي ما انتم شايفين كده. ايديا وجعاني ومش قادرة بيها، بس مش مشكلة عشان خاطر ولادي. هعمل ايه بقى هنا؟ زي ما انتم شايفين كده، هحط نص الخليط بتاع اللبن على البيض على الصينيه دي، هوزعه كده ونص على الصينيه دي. واللي وصل معايا بقى هنا كده للفيديو، ما تنسوش يا حبايب قلبي تذكروا الله في كل وقت، الا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي، والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين يا رب العالمين. وصلتوا معايا لغايه هنا؟ تمام. حطوا لي بقى لايك كده، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، وتحطوا لي كده كومنت من داخل المحتوى. بصوا بقى، على الفرن كده على نار متوسطة، بحاول كده اشرب اللبن على البيض للصينية كلها زي ما انتم شايفين من هنا لهنا، عشان ما يبقاش فيه مكان مش موجود فيه. على نار متوسطة في الفرن بالظبط بالظبط من 7 8 دقايق، 7 8 دقايق مش اكتر من كده. هنا معايا بقى جبنة اللي هي البراميلي دي او خزين، على شوية جبنة رومي، على شوية لانشون كده زي ما انتم شايفين، وخلطتهم مع بعض. طبعا بصوا، طلعتهم من الفرن زي ما انتم شايفين كده اهوت. رشيت عليهم بقى بقية الحاجة بتاعتي كلها بتاعت البيتزا بالجمال ده، وبتطلع معاكي تحفة 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 وتجنن. لو عملتيها بالطريقة دي هتعجبك جدا، مش هتبطلي تعمليها تاني. هتكسلي بعد كده، يعني انت حتى لو عندك وقت ان انت تعجني وتسيبي العجين يخمر وتعملي بيه، انت هتكسلي تعمليها. الطريقة دي هتبقى اسهل لك واسرع لك في الوقت، اسهل في الجهد واسرع في الوقت. هتعمليها في اي وقت كده، مش هتكسلي بقى تقومي تعجني وتسيبيها لما تخمر وتخبزي والكلام ده زي ما انتم شايفينها كده، ولا تبططي ولا تعملي اي حاجه. طلعت زي الفل. انا مجرباها على فكره، انا مش اول مره اعملها، انا عاملاها كتير معاكم قبل كده. بالنسبه بقى للجبنه الشيدر اللي انا برشها، اللي هي المبشوره دي، الناس اللي بتسالني انت بتجيبي الجبنه الشيدر المبشوره بالشكل ده منين؟ لا، انا لما بجيبها كده قالب على بعضه، ماما بتجيبهولي كيلو من اي سوبر ماركت. ماشي، وانا ببشره بالمبشره عندي في البيت، شرايح كده رفيعه زي ما انتم شايفين، وبحطه مع الجبنه الموتزاريلا كده على الوش، بيدي شكله بيدي طعم تحفه. وادي الصينيه التانية هنعمل فيها زي ما عملنا في الصينيه الاولانيه. طبعا هتفتحي الفرن بعد 5 دقايق كده، تبصي عليه، تضغطي بشوكه كده على العيش، لقيتي العيش لسه بيطلع لبن على بيض كده اصفر سايل، تسيبيها شويه كمان. لقيتي خلاص نشف كده وبقى متماسك، خلاص بتطلعيها ترشي عليها الحاجه،
وخلاص كده ايه بولع الشواية من فوق لمدة 3 دقايق بس وخلاص. يعني بعد ما بتحطي الحاجة دي عليها تولعي الشواية من فوق لمدة 3 دقايق، يعني الموضوع كله في 10 دقايق. وقولي تحضير 5 دقايق ادي ربع ساعة، ولا بقى استنى ساعة لما تخمر، ولا استنى بقى عجين، ولا عندي دقيق، عندي خميرة ما عنديش، عندي بيكنج باودر ما عنديش، لا. كده بصوا سهلة وبسيطة، هتعمليها لولادك كل يوم وفي أي وقت، أي وقت عايزة تعملي فيه هتقومي تعملي، مش هتبقي كسلانة، مش هتبقي ناعية همها، ولا طبعا مجهود ولا أي أنا حاجة خالص. وطلعت جميلة جدا وعجبت الولاد، وبقوا يقولوا يا ماما حنان عايزين يا منها كل ماما، يوم، هم أنا أصلا عاملاها لهم قبل كده حنان. فهم عارفينها وحابينها. بص استنى بقى عشان ماشي يا حبيبي. فانا بقى طلعت الكوبايات بتاعت عمو فؤاد زي ما انتم شايفينها كده، بقى قلت بقى ايه بما انه بقى افطار كده من بما انه سحور كده من اللي هم بيحبوه، انتوا عارفين ان انا بفطر عند ماما اصلا في رمضان، ما بفطرش في البيت، بس بما انه سحور كده من اللي هم بيحبوه فاعمل لهم بقى في ايه في كل حاجه كده ايه تفتح نفسهم ويكونوا بيحبوه. طلعت الكوبايات بتاعت عمو فؤاد وصبت لهم كده فيها التمر هندي، وزي ما انتم شايفين اهو. والله يا جماعة الكلام ده كان الساعة 3 بالليل او 3 ونص. بصوا اهي سلكتها كده من الجناب بسكينة او بمعلقة او بأي حاجة عندك. بعد كده قطعتها وحطيتها في الاطباق وقعدت رضيت ولادي وكبرت بخاطرهم، عملت لهم اللي هم عايزينه. إيه فتحت نفسهم ان هم ياكلوا. غيرت لهم طبعا، بصوا شكلها من تحت عامل ازاي، احمر ازاي وجميل، ولا لازقة ولا اي حاجة. احنا ما بنعملش حاجة وحشة، احنا بنعمل كل حاجة جميلة. بصوا اللون من تحت ذهبي كهرمان، وبصوا متماسكة وجميلة، ولا احسن بيتزا تعمليها باحسن عجينة تحفة تجنن كده جميلة. الولاد اكلوا لما شبعوا، بس مشكلتها بقى على السحور ان هي عطشتهم، وهم هم بيبقوا صايمين فكانوا عطشانين بصراحة. فانا قلت لهم بعد كده لو عملتها لكم اعملها لكم بدري مثلا على الساعة 11 او 12 كلوا، بحيث ان انتوا قبل ما تناموا تشربوا كذا مرة ما تعطشوش بالنهار. وقعدت انا وولادي كده هوت، وابن اخويا كان بايت عندي في اليوم ده هوت، قعد اتسحر معانا وقعدنا كلنا. وجبرت بخاطر ولادي وعملت لهم اللي نفسهم فيه. اجبروا بخاطر ولادكم، احنا دلوقتي في وسطهم، يا عالم بكره هنبقوا فين. ربنا يبارك فيهم ويبارك في عمرهم ويحفظهم ويحميهم ويصلح حالهم وحال ولاد المسلمين اجمعين. ربنا يرضيكم في ولادكم ويسعدكم في ولادكم ويفرحكم بولادكم ويصلح حالنا جميعا وحال المسلمين اجمعين. ما تنسوش تحطوا لي لايك يا حبيب قلبي، يا حبايب قلبي، لايك بقى وشير كده عشان تدعموني. وكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا يا حبايبي. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيديو، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في البيتزا السريعة دي وتعملوها وتجربوها تقولوا رأيكم فيها. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة. باي.